ازيكم عاملين ايه افضل نظام غذائي امشي عليه عشان اوصل للهدف اللي انا نفسي فيه؟ المفاجأة انه مفيش نظام واحد المفروض اكون بمشي عليه عشان اوصل لهدفي. وانت في رحلة الدايت انت هتحتاج ان انت تقلل في وقت حاجات وتزود حاجات، وفي وقت تاني في مرحلة تانية وانت ماشي محتاج تعلي حاجات وتنقص حاجات. ليه؟ لانه الجسم في كل مرحلة او حتى في الاسبوع الواحد انت مش في نفس حالتك، في الفترة الواحدة انا مش في نفس حالتي. ولما بوصل لميزان معين، لوزن معين او لشكل معين، انا ببقى محتاج اغير النظام الغذائي بتاعي، اعمل حاجة تانية مختلفة. عشان كده ساعات في ناس بتجيلي تقولي انا عايز اعمل كيتوجينيك دايت، ما بعرف الهيستوري كده واللي حصل الوقت اللي فات انه لا، مش هينفع ان احنا نمشي كده، جسمك مش هيتقبل ده، انت محتاج تعمل حاجة تانية، نظام تاني. طيب بعد اسبوعين لا، بنقيم الوضع وبنشوف لا انت محتاج تعمل حاجة تانية مختلفة. حاول ما تمشيش مع جسمك بنظام واحد، حاول تنوع. ده بالنسبة للنظام الغذائي. طيب اكل كام وجبة في اليوم؟ اللي منتشر دلوقتي الفيديوهات كل وجبتين وبلاش سناكس. الكلام شكله حلو، كنا بنسمعه وبنصدق فيه في الاول، بس عمليا مش دايما بيمشي مع كل الناس. انا ممكن اكل وجبتين فيهم كل حاجة بس جسمي واقف ومش عايز يتحرك خالص. طب لما ادخل وجبة تالتة بلاقيه فرق، طب لما اشيل وجبة بلاقيه فرق. بنقيمها ازاي او بنقيمها ازاي؟ حسب كل مرحلة انت موجود فيه. انت في انهي مرحلة دلوقتي؟ لا، انت دلوقتي محتاج ندخلك وجبتين و2 سناك. طب امشي على انهي سعرات حرارية؟ في حاجات السعرات بتاعتي مثلا لو انا باخد 2000 سعر، السعرات بتاعتي اليومية اللي انا محتاجها. طيب امشي 1700، امشي 1500، امشي 1000؟ ايه الحاجة اللي لما همشي عليها هتوصلني للهدف بتاعي؟ ده اللي احنا بنعمله مع بعض في رحلة الدايت، ان احنا بنلعب مع بعض، بنصمم مع بعض كل اسبوع هنعمل ايه الوقت اللي جاي. طيب اول اسبوع مشي كويس، طيب بنقيمه، بعدين تاني اسبوع، تالت اسبوع، ونقيم ونشيل ونحط ونلعب مع بعض شوية لغاية لما نوصل للهدف بتاعنا. طب خلال الفترة دي المفروض اكون بجوع نفسي؟ لا، ما تجوعش نفسك، لو جوعت نفسك هتتعب. طب اعمل ايه؟ محتاج تاكل كويس بس بنسب معينة. النسب دي يعني بتبقى محتاجة دراسة شوية، وتبقى عارف انت هتدي ايه امتى، الساعة كام، والوقت المعين، عشان تلاقي نتيجة فارقة معاك وعجبك. لو محتاجين اي سؤال اكتبولي في الكومنتات، وانا عاملة باكجز عشان اشجعكوا انه لو انت مش عارف تمشي لوحدك بنظام غذائي انه انا هتابع معاك. ببتدي من 3 شهور، ده اللي انا بفضله عشان عقبال ما الجسم يتعود على نظام الاكل الجديد والاكل الصحي فيكون اتعود، وبعدين بتلاقي النتائج بعد كده. لو محتاجين اي حاجة اسألوني. ميرسي ليكم خالص.